السلام عليكم يا شباب. لو انت متابع القناة ديت من الاول وشفت الفيديوهات اللي كانت نازلة في الاول، اكيد انت عارف ان القناة دي الغرض منها هو ان احنا نجيب لك لقطات من الافلام والمسلسلات بشكل محترم وبشكل كويس جدا، نعلمك منه اكبر قدر ممكن من الجمل والكلمات، ومش ان احنا نحفظك كلمات على ورقة وقلم. يلا بينا نبدأ ونشوف احنا معانا ايه النهاردة. لما كنا في المدرسة كنا متعودين ان الانجليزي مادة بنقعد نحفظ فيها كلمات كتير جدا وقواعد، ونقعد طول السنة زي الفلاش ميموري كده بالظبط، نخزن المعلومات عشان نيجي في الاخر ندخل الامتحان نكتب اللي احنا حفظناه ونخرج وبس. الموضوع انتهى يا معلم، انت كده زي الفل، خلصت وخدت الشهادة وزي الفل. فتلاقي الناس قاعدة بتاخد حصص وكورسات بعد ما بتخلص ثانوية عامة عشان خاطر بس تفتكر او تعرف الاساسيات من اللغة. طب انت ضيعت من حياتك سنين كتيرة جدا وانت بتتعلم يعني بطريقة مش احسن حاجة. اللغة مش امتحان، اللغة وسيلة تواصل، وعشان تتواصل صح محتاج تركز على حاجتين: التحدث والاستماع، عشان ربنا يكرمك وتقدر تفهم او تتكلم مع اي حد. النهاردة احنا معانا مجموعة من الكلمات، تعال نشوف الاجانب بينطقوها ازاي في لغتهم الام ونقلدهم بالظبط عشان نتعلم اللغة من اهل اللغة، والدنيا ما تبقاش ضلمة معانا لما احنا نقعد نحفظ ونذاكر القواعد على الفاضي. تيجي في الاخر تحس بالاحباط لان انت مش عارف تتكلم مع حد، وحتى لما تسمع حد بيتكلم ما بتعرفش ايه تفهم هو عايز يقول ايه. تعال يلا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف. بعد ما هتطبق الطريقة ديت بأمر الله هتكتشف ان الانجليزي حرفيا اتفه ما يكون، ولو كان كلامي غلط ما كانش دلوقتي بقى هو اللغة العالمية والناس كلها بتتكلمه من غير ما تقعد تذاكر كتب كتير جدا وتحفظ كلمات كتيرة جدا. بكل بساطة عقلك اللاواعي هو اللي هيتكلم، وبعد الفيديو ده ان شاء الله هتقدر تكتسب شوية حاجات وهتعرف ان الانجليزي حرفيا اتفه ما يكون، والدنيا مش ضلمة زي ما انت فاكر. يلا بينا نبدأ ونشوف مع بعض. يلا نبدأ. في حياتنا اليومية بنستخدم الكلمة دي كتير، حرفيا حرفيا دي أحلى ريحة مكرونة أنا شمتها، حرفيا ده أجمد تليفون أنا شفته، حرفيا literally literally. في اللكنة الأمريكية literally، أما في اللكنة البريطانية literally. تعال نسمع مع بعض كده ونشوف الأجانب بينطقوا ازاي. Hang out? Not literally. 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 لما تيجي تتكلم مع واحد صاحبك وتقول له يا اسطى ما تيجي تجرب كده تشتغل دليفري، فيرد عليك ويقول لك بص يا اسطى ببساطه كده الشغلانه دي ما تنفعش معايا خالص. ببساطه الكلمه دي احنا بنستخدمها كتير جدا في حياتنا اليوميه، وهم كمان بيستخدموها كتير جدا. تعال نسمعها ونشوف هم بينطقوا basically ازاي. Basically. 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 Protection, basically. Protection, basically. Protection, basically. لو جيت سألتك على so very extremely هتقولي بكل بساطة ان ديت كلمات احنا بنستخدمها عشان نشدد بيها على الصفة او نشدد بيها على المعنى زي الفل. طيب لو قلتلك pretty هتقولي معناها جميل، تمام، وبرضه بتيجي بمعنى تاني لما احب اشدد على الصفة، بس خلي بالك لان هي مش بتساوي نفس درجة التشديد. يعني ايه الفرق ما بين pretty والفرق ما بين very؟ تعال ناخد جملة ونوضح، او ناخد جملتين ونوضح الفرق ما بين pretty والفرق ما بين very. كلمة very احنا بنستخدمها عشان نعبر عن الصفة، نشدد على الصفة بنسبة 100% قوية. كلمة very فأقول مثلا عايز أقول الجو برد جدا فأقول it's very cold. طب الجو برد بس مش جامد فهقول it's pretty cold. يعني الجو برد بنسبة 75% كده، برد بس مش جامد زي كلمة very. ده الفرق بين كلمة very وكلمة pretty. pretty بتستخدم للتشديد على الصفة ولكن مش بنفس قوة كلمة very، يعني كلمة very أقوى من كلمة pretty في التشديد. تعال نسمع ونشوف الأجانب بيستخدموها ازاي. Pretty good. Pretty good. Pretty good. It was pretty cold. It was pretty cold. It was pretty cold. مين فينا ما بيتعرضش للموقف ده؟ تبقى قاعد مع الصحبة الكريمة فيطلع واحد صاحبك دمه تقيل فيقول نكتة بايخة،
فمستنيكوا تضحكوا فانتوا ما بتضحكوش، فبيقول ايه يا جماعة، هي النكتة بايخة ولا ايه؟ فانتم بتردوا بكل بساطة بتقولوا نوعا ما، عشان ما تحرجوش صاحبكم وكده، نوعا ما يا بايخ. ما تقولش نكت تاني يا اسطى، انت دمك تقيل. يا عم دمك تقيل، دم امك تقيل، مش انت لوحدك، العيله كلها دمها تقيل. تمام. فنوعا ما ديت بيستخدموها كتير جدا. تعال نشوفها هما ازاي بيقولوها. Kind of. Kind of. Kind of. Kinda, yeah. Kinda, yeah. Kinda, yeah. I know. It's kind of delicate. I know. It's kind of delicate. I know. It's kind of delicate. ربنا كرمك انت واصحابك وخرجتم خروجه تانية من غير صاحبكم ابو دم تقيل، ورحتوا عشان خاطر تاكلوا كشري، فيطلع واحد تاني في وسط الشله ويقول لكم والله يا جماعه انا ما بحبش الكشري، بصراحه ما بحبش الكشري، في الحقيقه انا ما بحبش الكشري. يا اخي خلاص خلاص يا اخي والله عرفنا انه خلاص يا اخي والله ندري. actually الكلمه دي مستخدمه كتير جدا عندهم. تعال نشوف الاجانب بينطقوها ازاي. Actually. It's great, actually. It's great, actually. It's great, actually. ايه هو عمر فين؟ هو قالك هيتاخر؟ اعتقد كده انه هيتاخر. I guess so. الاكسبريشن ده مستخدم على لسانهم، تحسه مطبوع على لسانهم، بيقولوه كتير جدا في حياتهم اليومية. تعال نشوف ازاي بينطقوها. بس قبل ما نشوف ازاي بينطقوا I guess so الاول بس لازم تبقى فاهم ان انت ما ينفعش تقول I guess this او I guess that. الاكثر استخداما واللي حرفيا مطبوع على لسانهم I guess so. I think so ده المستخدم. ما تقولش I think that او I guess that. تمام، لازم تستخدم كلمة so. يلا نشوف ازاي بيستخدموها. I guess so. You guess so. I guess so. You guess. I guess so. You guess. Lucky guess. Never guess. Lucky guess. Never guess. Lucky guess. Never guess. Let me guess. قاعد زهقان ومش لاقي حاجة تعملها، فقلت اما اتكلم واحد صاحبك كده وتقول له ما تيجي نخرج. بيستخدموها كتير جدا. تيجي نخرج، تيجي نتمشى شوية. hang out. تعال ازاي نشوف الأجانب بينطوها. Hang out. Hang out. Where did Paul hang out? Hang out. Where did Paul hang out? Hang out. We're hanging out. ماشي مع صاحبك في امان الله، تليفونك وقع منك واتكسر، فصاحبك قالك ما ينفعش تروح بالتليفون كده، والدك هيهزقك، لازم تشوف حل، لازم تلاقي حل او لازم تصلح المشكلة ديت. فتلاقيه بيقولك figure it out. تعال ازاي او figure it out. تعال نشوف ازاي الاجانب بيستخدموا. Figured it out yet? Figured what out? Figured it out yet? Figured what out? Figured it out yet? Figured what out? Figure it out. Figure it out. Figure it out. Figured out. Figured out. Figured out. Figured it out yet? Figured what out? Figured it out yet? Figured what out? Figured it out yet? Figured what out? Figure it out. Figure it out. Figure it out. Figured out. Figured out. Figured out. واخر حاجة معانا يا شباب، دخلت امتحان ونسيت كل حاجة كنت مذاكرها وكتبت اي كلام في اي كلام. تقوم بعد ما تخرج من الامتحان تقول انا بوظت الدنيا، انا عكيت، حليت اي كلام في اي كلام. I messed up. انا بوظت الدنيا. تعال ازاي نشوف الاجانب بيستخدموها في حياتهم اليومية. Messed up. I messed up. I lied. Messed up. I messed up. I lied. Messed up. I messed up. I lied. I messed up. Okay. I messed up. I messed up. Okay. I messed up. I messed up. Okay. I messed up. كده يا شباب بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. ونصيحة أخيرة، حاول على قد ما تقدر ما تتعاملش مع الإنجليزي على إنه مادة بتذاكرها عشان تدخل تخلص الامتحان بتاعها وتنجح وتجيب درجة عالية فيها ويبقى كده خلاص انت خلصت السنة وتمام التمام. لأ، حاول على قد ما تقدر تتعامل مع الإنجليزي على إنه لغة وتهتم بيه وتهتم بالتحدث والاستماع، مش مجرد حفظ على ورقة وقلم. فاكر دايما الجملة ديت: التقدم ببطء خير من الوقوف ثابتا. وحاول على قد ما تقدر بعد ما عرفت الطريقة الصح، حاول على قد ما تقدر ان انت تمارس بيها. وبس كده، سلام.